السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد الإخوان أخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في غاية السعادة والفرح بإذن الله. اليوم عندنا الحلقة 150 فيها مجموعة ديال الناس راغبين في الزواج على سنة الله ورسوله من داخل الوطن وخارج الوطن. حنا كنرحبوا بجميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا، فقط يكون عندهم رغبة في الزواج الحلال على سنة الله ورسوله. شكرا بزاف الناس صحاب التعاليق الراقية، شكرا للبنات اللي كيدوبلوا التعاليق، شكرا لكم بزاف. المرجو من المشاهدين الجدد الاشتراك ولا تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، يعني اي واحد دار الاشتراك ولا الجرس في المحطين الجديد اكيد غيطلع عندكم نتوما الاولين، سواء هاد القناه كريمه مارياج جوج او القناه الاولى كريمه مارياج. بجوجهم كيكون فيهم فرص مهمه لجميع الفئات العمريه من داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبة للناس اللي باغي يحطوا الطلبات ديالهم قصد الزواج، في آخر الفيديو نخلي لكم لائحة المعلومات ورقم الواتساب ديالنا مع كامل التفاصيل اللي باغي يحطوا طلبات الزواج الحلال إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي قبل ما تهزوا الله يرجزكم بخير، قبل ما تهزوا التليفون ديال مشارك أو مشاركة حتى تأكدوا تكون توفر فيكم الشروط المطلوبة من طرف صاحب الطلب أو صاحبة الطلب. اللي ما كتوفرش فيه الشروط المطلوبة بلا ما يتواصل، يعني بلا ما يحرج راسو أو يضيع وقته ووقت الطرف الآخر. حنا دائما كنعطيكم الجديد والمفيد. نبداو على بركة الله، ما تنساوش لينا لايك، الله يعطيكم الخير. على بركة الله، اللهم يسر ولا تعسر. الحلقة ديال هذا اليوم الحلقة 150، الرقم واحد اللهم يسر ولا تعسر. اسم: كريم من الجزائر، سن 40 سنة، الحالة الاجتماعية عازب، عنده دارو في الجزائر، باغي إنسانة تخاف الله وتكون في الخارج، مطلقة أو عازبة، السن ما بين 33 سنة 45 سنة، يكون عندها الأوراق في أي دولة أوروبية، وهذا رقم الواتساب. من يهمها الأمر تواصل مع السيد كريم 40 سنة من الجزائر على رقم الواتساب قصد الزواج. دوز الرقم الثاني: بنت من الحسيمة، مطلقة بدون أطفال، سن 40 سنة، طالبة في دار القرآن، بغات شي ولد الناس للزواج ويكون ريفي ويكون باغي المعقول والسلام. من يهمه الأمر يتواصل مع الأخت من الحسيمة 40 سنة على رقم الواتساب قصد الزواج. ندوز الرقم الثالث: من إسبانيا بدون أوراق، هذه أخت من إسبانيا بدون أوراق، مطلقة وعندها ولد في العمر ديالو 8 سنين، عندها هي 36 سنة، لون البشرة بيضاء، مطولة ما قصيرة، بغات شي واحد يكون بوراقو يعني من أوروبا. من يهمه الأمر ومن أوروبا يتواصل مع الأخت 36 سنة على رقم الواتساب قصد الزواج. دوز الرقم الرابع: اسم: فوزية من تطوان، سن 38 سنة، الخدمة ديالها على قد الحال، لون البشرة قمحية، الطول متوسطة، الوزن عادي، بغات شي ولد الناس، يكون باغي الزواج بالمعقول، النية ديالو صادقة وقادر على المسؤوليات الزواج. من يهمه الأمر يتواصل مع الأخت فوزية من تطوان 38 سنة على رقم الواتساب قصد الزواج. ندوز الرقم الخامس: اسم: حسن من مدينة توريرت، سن 31 سنة، طول 170، الوزن 70 كيلو، مستوى الدراسي الأولى إعدادي، لون البشرة أسمر، وهذا رقم الواتساب. من يهمها الأمر تواصل مع السيد حسن من توريرت 31 سنة على رقم الواتساب قصد الزواج. دوز الرقم السادس: اسم: كوثر من المغرب، مدينة مكناس، كتمنى تجد زوجا صالحا يخاف الله، العمر ديالها 28 سنة، عازبة، بغات شخص يكون من السن ديالها ويكون من الريف كتقول هنا. من يهمه الأمر، هذا رقم الواتساب. من يريد كتقول هنا الكذب لا داعي للتواصل معها، أكيد اللي بغا يتفلى بلاصتو ماشي هنا، سواء سيد أو سيدة. من يهمه الأمر يتواصل مع الأخت كوثر من مكناس 28 سنة على رقم الواتساب قصد الزواج. ندوز الرقم السابع: اسم: نهيلة من ورزازات، سن 24 سنة، باقا كتقرا، إلا كاين شي معقول كتقول هنا مرحبا ويكون إنسان، السن ديالو عفوا من 30 والفوق والله يسر. من يهمه الأمر يتواصل مع الأخت نهيلة من ورزازات 24 سنة على رقم الواتساب قصد الزواج. دوز رقم 8: اسم: حليمة من دار البيضاء، مزدادة 1983، أرملة، عندها جوج ديال الدراري، الطول 156، الوزن 79 كيلو، بغات شي ولد الناس يكون معقول، والسن ديالو كتقول هنا من 50 حتى ل55 سنة، مطلق أو أرمل ماشي مشكل، إلا كان ملتزم مرحبا، واللي بغا يتفلى كتقول هنا ما نسمحش ليه. أكيد اللي بغا يتفلى بلاصتو ماشي هنا، أي واحد ما يحترمكمش بلوكيوه في البلاصة، دائما كنقولها لكم. من يهمه الأمر يتواصل مع الأخت حليمة من الدار البيضاء من مواليد 1983 على رقم الواتساب قصد الزواج. ندوز الرقم التاسع:
بارك الله فيك الأخت دنيا. الاسم دنيا من الدار البيضاء، مطلقة، سن 39 سنة، أم لطفلين، عايشين مع الأم ديالها، كتشتغل راعية المسنين بالسعودية. بغات الدخول للبلاد كتقول لنا، وتستقر مع زوج تقي ويخاف الله، نساندو بعض وتجمعنا الرحمة والمودة. كتقول هنا السن ديالو يكون من 39 حتى 47 سنة، السكن كتقول متوفر، يعني لديها سكن، بالشرط يكون عنده عمل قادر على المسؤولية. الطول 168 متر، الوزن 75 كيلو، السمراء، والله يسهل على كل واحد، النية ديالو حسنة، اللهم آمين أختي. من يهمه الأمر يتواصل مع الأخت دنيا من دار البيضاء، يعني عايشة هي الآن في السعودية، بغات تدخل على رقم الواتساب قصد الزواج. دنيا 39 سنة. ندوزو الرقم 10. اسم نوال، 34 سنة، متزوجة ومطلقة، عندها ابن صغير في العمر ديالو 8 سنوات، ساكنة في عين توشطات، الوزن 66 كيلو، لون البشرة أبيض. وهذا رقم الواتساب. كتبحث على زوج صالح لديه عمل ومستقر، ليتعدى السن ديالو 45 سنة. من يهمه الأمر يتواصل مع الأخت نوال، 34 سنة، على رقم الواتساب قصد الزواج. ندوزو الرقم 11. اسم سعيد منسلة، مطلق، عنده 4 ديال الوليدات، سن 49 سنة، تاجر أجزاء السيارات، كيقلب على شي مرا، كيقولنا مطلقة أو أرملة أو عازبة، بالشرط بدون أولاد، يعني ما نزيدش، كيقول هنا الولاد. من يهمها الأمر مرحبا. من يهمها الأمر تواصل مع السيد سعيد، مدينة سلا، 49 سنة، على رقم الواتساب قصد الزواج. دوز الرقم 12. اسم عبدو من فاس، سن 32 سنة، المهنة خدام في شركة، المستوى الدراسي باك، الطول 170 متر، الوزن 64 كيلو، لون البشرة مبيض مسمر، عازب. الشروط اللي باغي في الزوجة تكون عازبة وتكون متحجبة، ويكون السن ديالها بين 20 حتى 28 سنة، تكون من جهة فاس مكناس، والله يسر للجميع إن شاء الله، الله يسر للجميع. من يهمها الأمر تواصل مع السيد عبدو من فاس، 32 سنة، على رقم الواتساب قصد الزواج. كانت هذه الحلقة ديال هذا اليوم، الحلقة 150. ترقبوا إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا تكون الحلقة 151. ما تنسوش زيارة القناة الأولى كريمة مارياج، دائما كتحط لكم مجموعات، دائما الجديد والمفيد. بالنسبة للناس اللي باغي يحطوا الطلبات ديالهم قصد الزواج الحلال، كما كتشوفوا لائحة المعلومات، صاحب الطلب دائما يكتب المواصفات ديالو أولا، واخا ديروا اسم مستعار ماشي مشكل، ولكن المواصفات ديالكم تكون مضبوطة 100% بدون زيادة أو نقصان أو بدون مبالغة حتى في المواصفات الطرف ديال الآخر اللي كتبحثوا عليه. المواصفات ديال صاحب الطلب أولا حتى تسالي المواصفات ديالك، عاد كتب المواصفات ديال الطرف الآخر اللي كتبحث عليه، ما تخلطوش المعلومات ما بين الطرف الأول والطرف الثاني. الله يجازيكم بخير. صاحب الطلب بلي يكتب المواصفات ديالو ويساليهم في نفس الميساج، عاد يكتب المواصفات ديال الطرف الآخر اللي كيبحث عليه، زائد رقم الواتساب ديالكم اللي داخلين به، اللي كتبتي به الطلب هو اللي خصو يكون في الطلب، سواء الطلب ديالك او ماشي ديالك. نفس التليفون اللي دخلتي به وكتبتي به الطلب هو اللي خصو يكون في الطلب. الا ما كانش نفس الرقم، هنا الطلب ديالك كيكون مرفوض، والطلب يكون ميساج واحد لا اقل ولا اكثر، ميساج واحد. وحطوا لينا على الواتساب اللي كيبان لكم على الشاشه، اللي هو 0605 21 71 19، خدام 24 ساعة على 24 ساعة، لكن راه ما فيش المكالمات بصفة نهائية. هو الجهاز فقط يستقبل رسائلكم مكتوبة أو مسموعة، دائما كنقولها لكم. وحنا كنرحبوا بجميع النساء والرجال أينما كانوا، فقط يكون عندهم رغبة في الزواج الحلال على سنة الله ورسوله، لا أقل ولا أكثر. بالنسبة للنساء والرجال دائما كنقول لكم خذوا الحيطة والحذر، هنا ما كنعممش، كاين ولاد الناس وكاين بنات الناس، وكما كاين الصالح كاين الطالح. اي واحد اي طرف يدخل على الطرف الاخر يقول لي عطيني فلوس او سلفني او بغيت هدايا او وقع لي مشكل او مرضت ولا مرض ليا شي حد عطيني ولا سلفني ولا هذا، هنا كنقول لكم حنا بريئين منكم، ممنوع منعا كليا تصيفطوا الفلوس لشي حد، واخا يجيكم في صفة ملاك ولا يقول لك هنا غدا نخطب ولا غدا نجي عندك ولا هذا، هنا كنقول لكم ما تعطيوش الفلوس. اي واحد ولا اي وحده تذكر على الطرف الاخر فلوس ولا شي حاجه، هنا كنقول لكم بلوكيوه في البلاصه وحطوا الرقم ديالو في التعاليق باش الاخرين ياخذوا الحيطه والحذر منه. هنا ماشي كنخلعكم، كما كاين الصالح كاين الطالح، هذا راه في العالم كامل
كما كاين الصالح كاين الطالح، سواء سيد أو سيدة. هنا الناس اللي داخلين عندنا بنية سيئة كنقول لهم اتقوا الله في عباد الله، راه اليوم الدنيا وغدا آخرة. شكرًا الناس اللي داخلين بنية حسنة، اللهم يسر أمرهم ويجمعهم في الحلال الطيب إن شاء الله، ويعطيكم كل ما كتمناو في هذه الحياة إن شاء الله. المرجو اللي مازال ما دارش لايك، لايكي وبارطاجي لتعم الفائدة على الجميع. بسلامة عليكم إلى الغد إن شاء الله.